اخر اخبار سوق الانتقالات في النادي الاهلي. مصطفى شوبير استفسر من اداره النادي الاهلي، عايز يعرف موقفه ايه، هو هيلعب ولا مش هيلعب. ولو مش هيلعب هتشوف شركه التسويق، وهو متعاقد مع شركه تسويق كويسه جدا اللي هي سوقت كمان عمر مرموش. فهو عايز يعرف موقفه حاليا في النادي الاهلي وهيلعب ولا مش هيلعب. انا من وجهه نظري ان الشناوي لو هيديك سنه بالكتير، فانت كده هتخسر حارس تاني. فانا اعتقد ان الشناوي الايام الجايه المفروض يقعد دكه لمصطفى شوبير، ومصطفى شوبير يلعب كاساسي عشان تحافظ على، عشان انت الايام الجايه كلها تعوز مصطفى شوبير، خصوصا كمان في كاس العالم للانديه. انت الشناوي هي سنه بالكتير، سنه ونص مش هيديك. ومصطفى شوبير من احسن الحراس في الدوري المصري، بتلعب برجليه وحارس مميز جدا وعليه ردة فعل قويه جدا، يعني حارس كويس. النهارده على حسب الاخبار، على حسب الصحافه البرتغاليه، اتكلمت وقالت المديرين الفنيين المرشحين لاداره النادي الاهلي مارك روزا زي ما قلت لك، وجوزيه جوميز. والمدرب الثالث هو مفاجأ، اللي هو مدرب نادي بورتو البرتغالي، اللي هو مدرب مرشح لاداره لتدريب النادي الاهلي. الاقرب هو ماركو روزا، وجديد ماركو روزا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي الاختلاف بين ماركو روزا واداره النادي الاهلي في التعاقد معاه حاليا هو عدد المدربين المساعدين مع ماركو روزا. النادي الاهلي عايز يخفض عدد المساعدين معاه عشان الراتب، وعشان كمان ان هو اصلا كل سنه بيغير الجهاز المعاون ليه، كل سنه الجهاز بيتغير. فالنادي الاهلي شايف ان هو مش مشكله انه يغيره، ويجي هو بس او يقلل مثلا عدد المساعدين بتوعه، خصوصا ان الراتب ايه يكون قليل شويه.